ليه منطقي إن ليفربول وأخبار عدم تغيير أرن سلوت هي اللي هتحصل؟ لأنه واقعي جدًا، 2 مديرين رياضيين هم اللي ماشيين النادي، مايكل إدوارد وريتشارد هيوز، 2 آخر السنة في عقدهم السنة الجاية ومش ناويين يجددوه، فمش هيبدأوا مشروع جديد، ده رقم 1. رقم 2، إصرارهم الدائم إن هم عايزين head coach مش manager، شخص حدود صلاحياته الملعب، ما بيتدخلش في الصفقات، ما بيشتغلش في إدارة الscouting، ما بيتدخلش في أي حاجة، فمش هيقدر طبعًا ولا ينفع يجيب تشابي ألونزو، لإن ده وضحت جدًا خلال فترة عمله في ريال مدريد إن هو بيطلب لعيبة بعينها، بيتدخل، ليه طلبات، بيطلب لعيبة معينة تمشي، هم مش هيرضوا بده خالص وشايفين إن دي صلاحياتهم هم، مش هيروحوا يجيبوا لويس إنريكي، مش هيروحوا يجيبوا ناجلزمان، كل دي مدربين عندهم شخصية، هم عايزين حد ضعيف بدون شخصية، وعشان كده هم حابين قوي ارن لوت. فهم جربوا تجربة المدرب الكبير بالشخصية مع يورجن كلوب وانتهت برحيل مايكل ادواردز، فمش هيكررها تاني. فهي الفكرة الباكج ده كله خدناه 3 سنين، خدنا منه سنة بالدوري، السنة دي ربنا يستر ونلعب شامبيون، السنة الجاية هنروح نلعب دوري المظاليم على ايديهم عشان انانيتهم بحتة، والله اعلم الشروط اللي هم حاطينها في عقودهم مع فينوي اداره آه ليفربول هل تسمح بمشيانهم هم كمان ولا لا. فهي دي الحدوته. تصريحات ديفيد اورنستون صح، ما فيش حد هيمشي ارن سلوت، وبلس على كده ولو ماشي مش هيجيبوا تشافي الونزو مستحيل، ومش هنروح لمدرب كبير.